أهلا وسهلا بكم أصدقائي مطبخنا مطبخ سجود. اليوم حنحضر وياكم طريقة عمل رغوة الكابتشينو. المكونات اللي أحتاجها 1 كوب سكر، 1 كوب ماء، 1 كوب نسكافة سريعة الذوبان. طريقة التحضير: أضيف كوب النسكافة وأضيف عليه كوب الماء. النسكافة اللي استخدمتها أنا هنا نسكافة جولد، صورتها راح أحط لكم إياها بالشاشة. وأضيف كوب السكر وأخلط المكونات السابقة الثلاثة سوية، وأضيفهم بالعلبة اللي أنا أحب أحتفظ بيها. هنا أخلطهم بجهاز البلندر أو الجهاز الكهربائي، الخلاط الكهربائي العفو، بس أنا أفضل جهاز البلندر لمدة 10 دقائق إلى أن نحصل على قوام بشكل كريمي وكثيف. هنا نحفظها بالثلاجة لمدة شهر بشرط أن نحكم إغلاقها. وهذا الشكل النهائي لرغوة الكابتشينو. هنا أصبحت جاهزة للتقديم. نضيف ملعقة أو ملعقتين حسب الرغبة، ونضيف عليهم حليب ساخن ونخلطهم سوية. وهذه رغوة الكابتشينو. وأزينها ببودرة الكاكاو. وهنا الشكل النهائي إلها. وألف عافية.